الفحص الكروموسومي للأجنة. يعني ايه بقى دكتور كلمة فحص كروموسومي للأجنة؟ أنا هعمل فحص كروموسومات أو أنا هعمل فحص جيني للأجنة أو فحص جينات للأجنة، دي حاجة ودي حاجة. في الحقيقة أنا هدي لحضراتكم كيس سيناريو بدأنا نشوفه أو بنشوفه أو بيتشاف من زمان، ولكن بدأ يكون ليه علاج واضح وطريقة واضحة في العلاج. الكيس ده، الحالة دي عبارة عن إيه؟ عبارة عن زوجين بيشتكوا إن عندهم مرض معين بيتكرر في أبنائهم. المرض ده قد يكون خاص بالسمع، قد يكون خاص بالدم، قد يكون خاص ببعض الحواس، قد يكون خاص بالنمو العقلي، او قد يكون ملوش دعوه بالكلام ده خالص. المهم ان بشكل متكرر بيحصل كل جنين او كل ولد بيولدوه او كل بيبي بيحصل فيه هذه المشكله. لما بيبداوا ان هم يبحثوا عن سبب هذه المشكله بيتعرف ان السبب هو وجود خلل جيني او كروموسومي عند هؤلاء الاجنه او هؤلاء الاطفال بسبب او باخر يعني. طيب زمان ما كانش فيه اي حلول للحالات اللي زي كده، وكان ممكن بالصدفه ينتظروا لحد ما يولدوا حد طبيعي. ولكن دلوقتي بقى عندنا قدره على ان احنا نشخص الجين دوت ونستبعده في عمليه حقن مجهري زائد فحص جيني او كروموسومي للاجنه. وده بصراحه انا شايفه تطور يعني محترم جدا في المجال ده، وتطور بيفيد ناس كتير جدا من الازواج يعني اللي حالتهم ربنا يقويهم طبعا على الابتلاءات ديت، بس الباب الامل ده اتفتح يعني خافف عنهم كتير جدا ان هم ممكن ينجبوا بشكل طبيعي طفل سليم. ايه اللي بيتم بقى؟ اللي بيتم الاول هي مرحله التشخيص، ان انا لازم اعرف الاطفال دول ايه المرض، ايه الجين اللي مسبب المرض اللي عندهم. وده بيتعرف بمجموعه من التحاليل ليهم للاطفال يعني وللاب وللام. بعد ما بنوصل للخريطة الجينية للجين أو للكروموسوم، لو احنا مشكلتنا في كروموسوم المسبب للخلل دوت أو المرض ده، بنبدأ إن احنا نعمل فحص أجنة بعد حقن مجهري ضد هذه الجينات. يعني بنعمل للزوجين دول حقن مجهري، وبعدين بنيجي في مرحلة معينة ناخد خلية من الأجنة اللي احنا كوناها، والخلية دي بنقدر نفحص الجين اللي احنا عرفناه قبل كده في مرحلة التشخيص ضد هذا المرض واستبعاده من النقل، وساعتها ننقل أجنة سليمة مستبعد منها هذا المرض. وبالتالي لو هيحدث حمل عن طريق الحقن المجهري في الحالة دي هيكون طفل طبيعي تماما معافى ما فيهوش أي مشاكل من هذا المرض اللي تم استبعاده جينيا. مشكلة هذه التقنية إن هي مكلفة حاليا في الوقت الحالي طبعا، وبتاخد وقت طويل شوية، ممكن ناخد شهور علشان نشخص الأجنة. الأول نشخص المرض اللي موجود ونشخص الأجنة، ولكن نسبة نجاحها في إن هي تجيب أطفال سليمة نسبة كويسة جدا. ويمكن عندنا حالات شهيرة كان عندهم أمراض معينة زي الفانكوني وزي الحاجات معينة في أمراض الدم، وفي حالات تانية كان عندها مشاكل في عضلات التنفس، والحمد لله ربنا وفقنا وقدرنا إن احنا نفحص الجين المسؤول أو الكروموسوم المسؤول عن حاجة زي كده وننقل أجنة سليمة، وربنا أكرم الناس دي الحمد لله. شكرا لحضراتكم.